السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بدء الفيديو، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد لاعب المنتخب الوطني أمين عدلي اليوم السبت والدته بعد معاناة مع المرض. وكان أمين عدلي لاعب المنتخب الوطني المغربي قد غادر معسكر الأسود المقامة حاليا بمركب محمد السادس لكرة القدم استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته التي لبت نداء ربها اليوم السبت. وبادر لاعبو المنتخب الوطني بالاتصال بأمين عدلي عبر الهاتف من أجل تقديم التعازي لزميلهم الذي سيصعب عليه السفر في الوقت الحالي مع المنتخب المغربي إلى دولة ساحل العاج، في انتظار أن يجري تحديد موعد له كي يلحق ببعثة المنتخب المغربي في وقت قادم بمدينة سان بيدرو. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب العالمين.